إخواتي، لقد تسرعنا في الحكم. لا يجب علينا أن تحركنا المشاعر الحاقدة اتجاه الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هذا الرجل من هنا، من نفس المكان. هذا الرجل الطيب الخلوق ذو الوجه البشوش اسبريتشيزي بل ووصفناه بأبشع الأوصفة. كنا كثيرا عليه، ولكن سرعان ما رجعنا في الكلام، وسرعان ما اتضحت لنا الحقيقة، رجعنا على ما فعلناه وندمنا على ما فعلناه. ومن هنا أقدم التحية الخالصة للمعلم اسبريتش ايزي اللي نقص لي الجولة حرفيا. انا كنت رايح ورا مصنع الكراسي، الحمد لله جاب لي كرسي وعدي قدامه. وهوريكم الكلام ده في الحلقة اللطيفة اللي بتقول ان الجولة بتاعتي بص كانت رايحة في داهية، وايزي هو اللي فرق معايا جدا. واهم التغييرات للجولة ال 13 من فانتازيا الدوري الانجليزي. يلا بينا يا حبايب قلبي، يلا بينا، انا جاي معاكم اهو. ومساء الفل عليكم يا رجاله يا حبايب قلبي، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. وجايين النهارده نتكلم في الحلقه زي ما قلت لكم في المقدمه عن التشكيله بتاعتي والنقط اللي انا جبتها. هي مش احسن حاجه بس الحمد لله، والدروس المستفاده من الجوله واهم التغييرات واللعيبه اللي تحت الرادار واللي عينينا عليها. وانا برضه هفكركم، انا اوريدي قلت لكم عنهم، بس الموضوع كل مدى بيزيد والجدوله بتبقى احسن، فلازم ان انا افيدكم اكتر. فدي ان شاء الله هنتكلم فيها. ودلوقتي بس هتبقى حلقه كده خفيفه ان شاء الله على السريع. دلوقتي هننزل بالتشكيله بتاعتي على طول. زي ما انت شايف انا جبت في التشكيله 44 نقطه الحمد لله يا رب. انتوا شايفين التشكيله منظرها عامل ازاي؟ لولا ايزي بس في الموضوع ده كان زماني فوق المليون ونص مثلا. فانا كنت ال 700,000 طلعت لل 820، يعني طلعت لي شويه 100,000 بتاع، ما زعلتش قوي الحمد لله يا رب. بس ايه مكملين لسه، لان انا ابتديت اعمل تغييرات وابتدت توفر معايا فلوس، فهبتدي اظبط الدنيا لسه شويه. الحمد لله ان احنا ما بعدناش قوي عن البنك، عشان ده كان هيئسني انا شخصيا يعني. تمام. زي ما انت شايف بتروجيت بتروجيت هو والله يمشي بتروجيت بجد فعلا بتروفيتش. يعني جايب نقطة ودفاع أصلا بورنموث في الفترة الحالية معفن قوي، ويعني مش مصدق يعني وست هام كانت مزعلاها، مش عارف في ايه بصراحة. وطبعا مش هنتكلم عليه كتير. طبعا فان دي فين زي ما قلت لكم هو لعيب، يا اما يطلع ويجيب لك جون وهوبا وكلين وحاجات حلوه مع بعض، يا اما يطلع لك بواحد او اتنين ماكسيمم يعني. ودلوقتي طلع لي بصفر ما شاء الله. ونيتي طبعا ده هنتكلم عليه في الدروس المستفاده، طالع لي بصفر ما شاء الله عليه، حاجه كده عره. واصلا ما اعرفش، استغربت ان ايه ارن سلوت غيره في يا اخي حد يعمل كده يا اخي؟ في يا اخي حد يعمل كده؟ حد يغير لعيب دفاع وهو خسران اتنين في نص بين الشوطين؟ انا مش عارف هو ايه دماغه بصراحه، بس هو ان شاء الله يمشي وده الامل اللي انا عايش عليه. فيجي اي مدرب جديد بدوافع جديده فيبتدي ليفربول يفوق شويه. ومارك جويهي برضه الحاجه الجميله جدا الحمد لله، واخد انذار بس حلو، 5 نقط في جوله زي دي زي الفل. وده المتوقع من كريستال بالاس. انا كان نفسي اعمل دبل بس كنت هعمل ماينس اكتر، فقلت ايه زي ما احنا كده ماشي الحال. مش عارف ايه اخرة صلاح والله، انا مش عارف ايه اخرته. وعمال اصبر لغايه ما دخلت في مرحله الخطر ومرحله مش لطيفه، وهبتدي بقى الوم نفسي والناس تلومني انت صابر ده كله ليه، مش عارف. قلنا خلاص بقى الصعب عدى وطلع وجدولة ماتشات مش طبيعيه، وبرده مش عارف في ايه. الفريق كله واقع، بس هو صلاح برده بالاخص يعني ايه برده في نوته مش احسن حاجه الصراحه يعني. فانا مش عايز اتكلم عليه كتير عشان هو حبيبنا برده ابو صلاح. بس يعني هو انا مش عارف ايه موقفه، انا ممكن يعني ابيعه ممكن لا، لسه برضه مش محددها لغايه دلوقتي. ومبيمو طبعا انا مش زعلان، لان دي دايما كل جوله بتحصل لو حد واخد باله، ان الاكثر مبيعا دايما بيجلي. نادر لما تلاقيه اللي بيكسر القاعده ده، بس ممكن هالاند، غير كده مفيش. اللاعب اللي تلاقي الناس كلها راحت تشتريه دايما تلاقيه بيبلانك في الماتش ده.
فموبيمو بالحال بلانك زي صباح الفل. وطبعا جارنر اللي انا والله يعني بشكره جدا جدا على اللي هو بيعمله معايا. يعني الجوله اللي فاتت جايب لي 3 في جوله كنت جايب فيها 31 نقطه، الجوله دي جايب لي 6 نقط. يا جدعان ده ب 5 مليون يعني فاهم، ومن ايفرتون عامل اسيست وكلين واخد نقطتين. لا جميل طبعا، انا مبسوط بيه والله. كنت بفكر بيه قلت والله ما ابيعك يا اخي، ده انت بتعمل احسن من الناس بتمن بسعره 3 مرات. وطبعا احلى سلام للبرنس اسبريتش ايزي اللي عملت له مقدمه لوحده وهو يستاهلها في الجوله دي بجد بجد. يعني عمل كل حاجه في الجوله دي ونقصني نقصه مش طبيعيه. انا قبل ايزي كنت مليون مش عارف 165 الف، بعد ايزي نزلت ال 800. انتوا متخيلين يا جماعه؟ بس بسبب ايزي نزلت لي 300 400 الف مركز، لولا كان زماني ضعت. فشكرا جدا جدا ليك يا ايزي والله. وهالاند طبعا كان متوقع عشان برضه الناس ما تتفاجئش ان هو يبلانك في الاستاد بتاع نيوكاسل. لان هو فعلا استاد رعب فعلا. هم الفريق في الماتشات الكبيره بتبقى عامله كده وبيبقى فريق رخم جدا وسنتيح، وكان متوقع يعني. وجو بيدرو اللي هو برضه اللعيب الغريب اللي شويه نقطنا شويه ادينا، هو غير مفهوم. الناس عماله تروح تجيبه غير لعيب، بص ملوش كتالوج يعني. الناس مش عارفه تشتريه ولا تخليه، والناس ولا ما تجيبوهوش، والناس اللي عندها اصلا مش عارفه تبيعه ولا تسيبه. هو لعيب في حيره فعلا، عمرك ما هترسى. وعايز ايه انت؟ عايز ايه منه يعني؟ وتياجو يعني سوء الحظ، انا ما اقدرش برضه الومه. الراجل ده يا جماعه يعني سوء حظ غريب انه يضيع بيلنتي في الدقيقه 90 من 13 من 14 نقطه نزل 4 نقط. وطبعا الضربات حظ، ففي الاخر وارد يضيع، بس ما كانتش تيجي في الجوله يعني اللي انا لسه جايبك فيها. سبحان الله جت في الجوله اللي انا لسه جايبه فيها بقى، ان هو يضيع يجيب بيلنتي ويجيب لي 6 نقط. انا كنت عايز اقول يا رب كان طلع قبل الدقيقه 90 يا اخي، كنت كان هيطلع له ب 6 7 نقط. بس سبحان الله لو كان جابها كنت هفرح جدا وكان هيروق عليا في الجوله دي وممكن كنت انزل في الترتيب. فبرضه تياجو مش مزعلني وهو كويس جدا مفيش مشاكل. بس وزي ما انت شايف كده جوشوا كينج بابا كلين فولهام مش متوقع قوي عشان ممكن ما لعبش، وجودمونسن برضه المتوقع، وده بريفكا برضه المتوقع، بس والله احسن من بيتوفيتش. بس ومن هنا اخش لك على الدروس المستفاده واهم التغييرات الفتره الجايه. يلا بينا يلا بينا دلوقتي يا صديقي هقول لك كلمتين خلاصه، وهقول لك اقترح عليك كام لعيب، وانا اوريدي مقترح منهم ناس، بس انا ايه هزود لك وهقول لك الاسباب يعني. يعني الدروس اولا المستفاده من الجوله دي بجد هي كام حاجه كده انا هقولها لك. زي في خط الدفاع، في خط النص، في خط الهجوم. هنبتدي بخط الدفاع. اول درس مستفاد هو دفاع ليفربول. يعني بصراحه انا جايبه مش متوقع الكلين، هي ماتشات سهله بس كنت في بالي بقول يمكن فاهم. نوتنجهام فورست يا جماعه اللي قبل الاخير في الجدول يعني استحاله كانت تعمل كده، بس هي ليفربول مش موجوده. بس الدروس المستفاده ان انت ما تروحش تشتريهم. انا ما تعملش زيي، انا اشتريتهم وخلاص لبستهم لان مش هينفع ابيعهم ولا اعمل ماينس وهستنى وماتشات سهله يمكن يغيروا المدرب ويجيبوا كلين. بس ما تشتريهمش وما تبصش على الجدول لان هو الفريق نفسه ضايع تماما يعني. ده اول حاجه. تاني حاجه دفاع بورنموث، الدفاع الجميل، الدفاع الغريب اللي بقاله كام ماتش عمال يترزع. برضه ويست هام الفريق اللي مفيش برضه زعله ومفيش بقى ما بيديكش اي حاجه. فلا ده برضه حاول تبعد عنه باقصى يعني باسرع طريقه. بس بعد كده الدفاع الجميل اللي ممكن يستفاد منه دفاع كريستال بالاس، دفاع متماسك جميل في ماتشات كتيره بيمسك حلو وممكن تعمل دبل منه بجد قدام اي ماتشات. دفاع كويس ولطيف. ده بالنسبه لخط الدفاع. يعني مثلا خط النص بقى عندك فيه كام لعيب كده انا هقول لك عليهم يعني ركز فيهم. انا بقالي فتره بتكلم على مين؟ على مينتي. قلت لكم يا جماعه مينتي ده كويس قوي، انا كنت عايز اجيبه بس مشكله برضه كنت هزود ماينس. الناس اللي جابت لهم الله يبارك لهم 11 نقطه اسيستين، والراجل هو احسن لعيب في الفئه السعريه دي 6 مليون، واحسن لعيب ان شاء الله هو الترانسفير اللي جاي في الجوله الجايه، وبيلعب قدام اي فريق جميل. هو جميل وهيفيدك وب 6 مليون لو عايز تجيبه. مينتي عندك بيدرو نيتو يا جماعه بيثبت كل ماتش ان تشيلسي بتلعب ما بتلعبش مش عارف ايه، هو شغال وجون اسيست والدنيا جميله جدا ولازم نركز فيه. هو لعيب كويس قوي ومهما حصل تغييرات هو الاساس، وتحس ان الفريق كله بيروح لاتجاهه عشان هو اكتر لعيب جوه البوكس.
فنركز فيه لان هو فعلا لعيب كويس. وطبعا جيبس وايت كان مع واحد صاحبي جايبه يا عيني من اول الجولات، وجت في الجوله بعد ما باعه من بعدها كل ماتش بيجيب جول واسيست جولين، وهو ثابت على الموضوع ده بقاله 3 جولات، فممكن نفكر فيه ليه لا. ممكن يبقى يعني خيار مميز في الفتره الجايه يعني. ده بالنسبه برضه لخط النص، دي اللعيبه اللي انا ببص عليها. وفي لعيب طبعا اخير، واحد صاحبي حبيب قلبي مجنون عملها وظبطت معاه، بس يعني انا مش حاسس، بس هو والله ابتدى يقول، اللي هو مورجان روجرز. اللعيب اللي جاب 15 نقطه الجوله اللي فاتت، جونين، والله يبارك لك يا عم مصطفى حفناوي. وهو قال لي انه هيعمل كده، سبحان الله كان قلبه حاسس. بس هو من قبلها اللعيب ده كان في اسيست، في مش عارف ايه، ابتدى يفوق في الكاس مش عارف ايه. فبرضه انا بقترح للناس ان ممكن ينفعك الفتره الجايه، بس انت شوف الجدوله، عشان انا ما بصيتش الصراحه على جدولته. لو سهله تمام، مش سهله بتسيبه برضه عادي، وان شاء الله يعني يبتدي يفوق ويرجع الاول. بس ده بالنسبه لخط النص بالنسبه لي يعني. وخط الهجوم انا ما انصحكش باي حد غير هو تياجو بتاع برنتفورد. هو اللعيب الوحيد الكويس واللي تقريبا مستمر في الاهداف، وانا مش زعلان خالص انه ضيع لي ضربه الجزاء، بس شايف ان هو فادني اكتر، ان هو على الاقل لعيب تحسسك كده ان انت دافع فلوس في لعيب بيجيب اجوان، لو جالنا ماتش هيجيب التاني شغال. والفريق انا عاجبني زي ما قلت لكم في البدايه هجوميا جدا جدا، دامسجارد، شادي، وهو وتياجو ودانجو وطارا، الاربعه رخمين قوي يا جماعه، بيجيبوا جوان في اي فريق، فحطوا. هو ضربات الجزاء وهم بيعتمدوا على ضربات الجزاء فهينفعنا. بس ده اللعيب اللي انصحك بيه، والباقي مش فارق خالص معايا، اللي عايز تجيبه تجيبه، اللي عايز تبيعه تبيعه. حبايبي، وهي دي الحلقه، يا رب تكون خفيفه على البوج وتكونوا استفدتوا. سلام عليكم.